اكتر المشاكل بقى اللي بتحصل في اجهزة الايفون لما يتفتح عشان خاطر يغير له بطارية او شاشة او فلاتة شحن او اي قطعة غيار داخلية، دايما بيحصل مشكلة في الفيس اي دي، والفيس اي دي ما بيشتغلش. واوقات كتير لو الجهاز جاي بيغير بطارية بيحصل قطع ساعات ومشاكل في الشاشة. النهاردة معانا جهاز ايفون 11 بنغير له بطارية. حاجات مهمة لازم تاخد بالك منها وانت بتفك المسامير اللي على الشيلد. لازم تاخد بالك الفلاتات اللي موجودة بتاعت الشاشة والفلاتة بتاعت السماعة الأمامية. لازم تاخد بالك وانت بتفك الفلاتات دي وبتفك المسامير. لازم تغطي الكاميرا الأمامية زي ما انت شايف كده بستيكر علشان خاطر ما يحصلش اي تبصيم وانت شغال. ولازم تفك الشاشة تماما من الجهاز وانت بتغير بطارية. في ناس بتستسهل وهي شغالة وبتفك البطارية من غير ما تفك الشاشة علشان خاطر بيكسل بس اللي هو يفك كام مسمار، وده اللي بيحصل مشاكل. ممكن الشاشة تتقطع منه، ممكن الفيس اي دي يفصل منه بسبب اللي هو مش متملك من الجهاز ومش حاكم الجهاز كويس جدا وهو شغال. زي ما انتوا شايفين كده، انا بعد لما فكيت الشاشة وحاطط الاستيكر على الكاميرا الامامية وعديت بروجيكتور، فشغال بكل اريحية، شغال براحتي بدون اي مشاكل، بدون اي مخاوف. مش واخد بقى حذري من حاجة معينة. فالموضوع ده بيخلي اي فني شغال باريحيه في الجهاز. يعني انت لو جاي لك الجهاز وبتغير له بطاريه، فلازم تشيل الشاشه عشان تبقى شغال بكل اريحيه، وما تبقاش خايف لحسن الشاشه تفصل منك او تتقطع منك او يحصل اي مشكله في الشاشه. اوقات كتير اجهزه بتجيلي بتبقى جايه فاصله فيس اي دي بعد ما اغير الشاشه او بعد ما اغير بطاريه. زي ما انا وضحت قبل كده ان الفيس اي دي لما بيجي بيحصل فيه مشكله او تلف او بيفصل، بيبقى بسبب ان الكاميرا الاماميه او الديد بروجيكتور اتبصم من ايد الفني اللي شغال وهو مثلا ماسك الجهاز بيفك البطاريه، مش حاطط ستيكر على دود بروجيكتور والكاميرا الأمامية. فلما ايده بتبصم فالفيس اي دي مش بيقدر يتعرف على وشك ومش بيقدر يجريت فيس اي دي، فبتلاقي رسالة ظهرت اللي هو ترو ديبس على الفيس اي دي وانت داخل تكارت فيس اي دي، او يحصل قطع في الفلاتة بتاعة السماعة الأمامية لأن هي برضو مرتبطة بالفيس اي دي. طبعا في الحالة دي بيبقى في حلول كتير جدا لمشاكل الفيس اي دي على حسب طبعا العطل اللي حصل وحسب المشكلة اللي حصلت. ولكن انا حبيت اشاور لكم الفيديو ده واوضح لكم في الفيديو ده طريقة فك البطارية وفك الجهاز بشكل سلس بدون اي مشاكل، بدون اي مخاوف، علشان خاطر نغير البطارية ونرجع الجهاز شغال تاني مفيش فيه اي اعطال. وفي نفس الوقت الفيس اي دي يبقى شغال، الكاميرا الاماميه شغاله مفيش فيها اي مشاكل، وكل حاجه تبقى شغاله تمام مفيش فيها اي مشاكل. لو عجبك الفيديو وشايف اللي انت استفدت منه متنساش تعمل لايك وفولو علشان خاطر محتوايا هيفيدك، وفي نفس الوقت دعمك بيفرق معايا جدا.